عمرك قبل كده شفت بنت أول ما تدخل أي مكان النور يشع حواليها؟ الشخصية اللي حضورها أقوى من الكلام، الشخصية اللي الناس كلها بتبص عليها من غير ما تنطق. الشخصية دي غالبا بتكون ديفا. طيب مين هي الديفا وإيه صفاتها؟ والسؤال الأهم من كده، لو الديفا دي دخلت في علاقة مع النرجسي إيه اللي هيحصل؟ مين اللي بيسيطر ومين اللي بيتهزم؟ مين فيهم فعلا اللي بيكسر التاني؟ كل ده وأكتر هنشوفه في فيديو النهاردة. خليك معايا لحد الآخر علشان تستفيد. الديفا مش نمط اجتماعي زي السيجما، ولا هو نمط علمي زي ال MBTI. الديفا نمط إدراكي فانتازي. طيب إيه الصفات الرئيسية اللي نقدر نعرف بيها الديفا؟ الحقيقة في 3 صفات رئيسية تقدر تعرف أي ديفا أول ما تشوفها. أول وأهم صفة هي كاريزما عالية جدا. بتلاقي الشخصية دي ممكن تدخل مكان تخليه مليان طاقة من غير حتى ما تعمل مجهود. حضورها قوي جدا، ملفت ومش محتاج تبرير. تاني صفة هي حب التقدير مش التملك. الديفا بتحب تبقى محط أنظار، بس مش معنى كده ان هي أنانية أو مغرورة، لا، هي بتحب الإعجاب، الأناقة، الذوق، ستايل، بس مش بتحب حد يمتلكها أو يحبسها. تالت صفة هي الذكاء العاطفي العالي. يعني هي مش مجرد جمال وخلاص، لكن هي بتعرف تقرأ الناس بسرعة جدا، بتفهم نواياهم من أول كلمة. يعني في قاعدة بتجيبك، مستحيل تتعلق بسهولة غير لما تتأكد ان اللي قدامها يستحق. والموضوع ده بيفكرنا بالسيجما. السيجما مستحيل يدخل علاقة بسهولة جدا، لازم يحلل ويدرس العلاقة ويعرف انها علاقة تستحق. في الحقيقة ديفا ده نمط أنثوي في الأصل. طيب ليه أنثوي؟ لأن كلمة ديفا أصلها لاتيني إيطالي ومعناها الإلهة أو النجمة الأنثى، وارتبطت تاريخها بالأنوثة القوية، الأنوثة اللي هي فيها جاذبية، كاريزما، حضور، قوة. في الحقيقة الديفا طاقتها مش قوة بدنية ولا افتراس. طاقة الديفا جاذبية، حضور، سحر، لفت انتباه بدون مجهود. علشان كده أكتر الرموز المناسبة ليها هي البجعة، لأن البجعة بنلاقي فيها رمز للرشاقة، الجمال، الحضور، الهدوء. شكلها ناعم بس عندها قوة داخلية. البجعة منظرها فخم، ملكي، ملوكي. عشان كده البجعة هي أنسب رمز للديفا على الإطلاق. طيب لما الديفا دي بكل صفاتها الحلوة تدخل مع نرجسي في علاقة، العلاقة دي هيبقى شكلها إيه؟ في الحقيقة هنا بتبدأ الحرب الحقيقية، لأن النرجسي بيشوف الديفا كغنيمة، وإحنا عارفين إن النرجسي صياد شاطر جدا، مش بيختار أي حد وبس، بيختار الضحية المناسبة. ده غير كمان إن الديفا نفسها بتشوف النرجسي كلغز، وبيبقى عندها فضول كبير إن هي تحل اللغز ده. فكل واحد فيهم بينجذب للتاني، وكل واحد فيهم داخل العلاقة دي بمستوى إدراك مختلف. في الحقيقة موضوع مين اللي هيسيطر في العلاقة المفروض إن هو باين ومفهوم ومعروف جدا، بس السيطرة هنا بتتقسم لجزئين. النرجسي في الأول هو اللي بيسيطر بشكل 100%. ليه بقى؟ لأن النرجسي بيستخدم أسلوب اللاف بامبينج، يعني بيبقى فيه من عنده اهتمام كبير جدا، وعود سخية، غزل، كلام ناعم زي الأفاعي، تواصل مستمر، بيتصل بقى وبيسأل وبيهتم وبيحسسك إن العلاقة دي مصيرية جدا بالنسبة له. والديفا طبعا بتحب الاهتمام فبتنجذب، وهنا بقى النرجسي بيفكر إن هو امتلكها. لكن بعد ما تنكشف الحقيقة الموضوع بيقلب غير كده خالص. بنبص نلاقي الديفا هي اللي بتسيطر بس بعد اكتشاف الحقيقة. ليه طيب هي اللي بتسيطر؟ لأن الديفا مش شخصية ساذجة. الديفا بتعرف تلاحظ التلاعب جدا، وأول ما تلاحظ التلاعب، البعد، الغيرة المرضية، التحكم، أي حاجة من الحاجات دي لما بتشوفها بتسحب طاقتها فورا. والنرجسي ساعتها بينهار لما حد يسحب منه الانتباه، وساعتها حرفيا ممكن تخليه يجري وراها ندمان وخاضع. علشان كده بالله النرجسي هو اللي بيخسر في النهاية. ليه بقى هو اللي بيخسر؟ لأن الديفا مش محتاجة وجوده علشان تبقى قوية. هي عندها ثقة بالنفس وعندها استقلال، يعني تعرف تعيش لوحدها، عندها دعم اجتماعي قوي،
وذكائها العاطفي يمنعها إن هي تقع في دوامة التلاعب بالخايبة بتاعته دي. فالنرجسي لما يحس إن الديفا فهمته بيحاول يعمل شوية حاجات كده. أولها إنه يقلل منها، يحرجها ويقلل ثقتها بنفسها، يحسسها بالنقص، وكل غرضه إنه هو يرجع يسيطر تاني. لكن الديفا لما بتشوف الموضوع ده بتحسم قرارها، بلوك، انسحاب، انطفاء فوري، بتشد الفيشة وتنساه. وده أقوى عقاب ممكن النرجسي يتعرض له. طيب بعد ما العلاقة تنتهي، ايه رد فعل الديفا وخسائرها، وايه رد فعل النرجسي وخسائره؟ في الحقيقة الديفا رد فعلها بيكون رهيب جدا. يعني بنلاقي عندها هدوء، احساس بالكرامة، وان هي اهم من اللعبة دي. هي مش بتنتقم بس بتنسحب، وغالبا شكلها بيبقى احسن بعد العلاقة. ده بالنسبة لرد فعل الديفا. طيب رد فعل النرجسي بيبقى ايه؟ اولا بيبقى غضب شديد جدا، احساس بالكسرة، فبيحاول يرجعها بأي طريقة. ولما يفشل في كده يحاول يشوه سمعتها. ولما برضه يفشل في كده ويلاقيها هي مش عاطية أي اهتمام أو رد فعل للي هو بيعمله، بيقتنع إن هو اتهزم جدا، بس بيحاول يعمل حاجة تاني، يعيش دور الضحية. ولو فشل في موضوع دور الضحية ده بيدور على بديل بسرعة علشان ينقذ صورته قدام الناس وقدام نفسه. الخلاصة هنا إن علاقة الديفا والنرجسي هي علاقة قوة. في أولها النرجسي بيسيطر، لكن في نهايتها الديفا هي اللي بتكسب، لأن النرجسي بيعيش على إعجاب الناس، والديفا قوية ومستقلة. نقدر نقول على الديفا إن هي اللي قادرة على السيطرة والتحدي.